معروضين، كل الاخوان الموجودين هون معروضين، وكبر تعدوا هون في 110 طلاب عندنا الفلحان، هن مش حابين. اذا بتيجي تسالوا اي طالب من الطلاب اللي هون مش حابين ينقلوا الا المدرسه الف، بدهم بس المدرسه باء، ربيوا في مدرسه باء وتعودوا في مدرسه باء، اريح لهم، الجو هون مهيئ لهم. وطبعا احنا بنعرف انه التعليم مهم والثقافه مهمه، واهم من هيك الجو. علاء، في عده اسئله بدي اسالها يعني. اولا الطلاب اللي بنحكي عنهم هم طلاب صفوف اولى ولا كل الطلاب اللي كانوا في الاولى للصفوف السادسه صار النقل بطريقه معينه يعني اللي هي مش راضين عنها، وكل الصفوف من الصف الاول للصف الثالث. فانت تخيل تاخذ طالب الصف الثالث رابع صار له هون 3 سنين ربيان هون بهذا الجو، عنده اصحاب، عنده هاي. ونحن بنعرف انه الولد عشان يتعلم وعشان يتربى لازم يكون عنده جو معين، جو مع طلاب اللي بيعرفهم وبحبهم، بحب المدرسه، صار عنده علاقه بمعلمين المدرسه، بالمدير المدرسه، بالطاقم تبع المدرسه، بالطلاب. فبيجوا بنقلوهن بقرار اللي هو مش ملناش مره واحده، وعدم وبالرغم من رغبتنا ومن رغبه طلابنا. اهم شيء رغبه طلابنا. احنا فيش عندنا كاباء مشكله، فيش عندنا كاباء مشكله انه ينقلوا على المدرسه الف اذا هن راضيين، بس الطلاب مش راضيين. الطلاب احنا بدنا نعملهم صدمه عمليا بهذا القرار، رح نعملهم صدمه نفسيه. انا مش مستعد بنت تفوت بصدمه، عندي بنت بصف المريم الصف الاول طالعه الثاني، مش مستعده تسمع كلمه المدرسه بس المدرسه. استاذ علاء، صاحب القرار اللي قرر نقل الاولاد توجهتوا عليه في السؤال شو السبب بالنقل؟ انا شخصيا كنت قاعد مع رئيس المجلس وبلش يشرح لي اعتبارات ليش سووا هيك ليش سووا هيك. الاعتبارات بعد ما عرفت حقائق ثانيه. ممكن تعطينا شو من الاسباب؟ واحد من الاسباب هو احدى الاسباب الموقنه اللي قال لي اياها انه بدهم يعملوا خلطه بين المدارس، ينوعوا يعني بدون مؤاخذه. يعني هاي الاشي صار شو الغلط فيها يعني؟ هاي انا بقول لك شو الغلط. ما فيش اول شيء غلط فيها، احنا مع انه يصير اختلاط. هاي المدرسه بالاصل مختلطه، فيها اسلام وفيها مسيحيه وفيها دروز. الخلط موجود من هون. الغالبيه احنا بنعرف انه الغالبيه هون عشان نكون احنا واضحين ونكون عشان الغالبيه. هات اقول لك شغله، احنا بنعرف انه الغالبيه هات نقول لك شغله، الحقائق معينه. مضبوط. هات اقول لك شغله، الاغلبيه بس في خلط موجود. المدارس الثانيه اللي هن القرار مبني على انه بيعملوا خلط، ما صارش في خلط. في المدرسه الحريق اللي بنوها جديده كلها دروز، مدرسه واو. في كمان مدارس على الاطراف كلها من طائفه واحده. فاذا ادعوا انه بدهن يعملوا خليط على الكل البلد، على الكل البلد، ويعملوا الاحياء اللي بس موجوده في المدرسه. في احياء اللي مش مختلطه وفي احياء مختلطه يعني. مضبوط. والاحياء تبعتنا هي موجوده هون. يعني انتم يعني بنفهم من هذا الرفض للاختلاط هو عشان المحل ولا عشان فكره الخلط؟ لا مش فكره، احنا مش ضد فكره الخلط. قلت لك ان المدرسه هاي مختلطه بالاصل، فيش عندنا مشكله يجيبوا لنا طلاب من ثانيين يروزوا الاسلام ويختلطوا مع موجودين، الخلط موجود. بس 70% من هاي المدرسه مسيحيين، مش كل المدرسه مسيحيين. وفي مدارس ثانيه كمان. احنا مش مع المن، احنا مش عم نحكي اصلا هون طائفيه، عم نحكي انه الاولاد ربيوا مع بعض. كلنا اهالي وكلنا بنعرف انه في مجتمع، ولكل مجتمع في اهواء وفي طرق عيش، طريقه عيش. واذا القرار بضل كيف هو، شو انتم الخطه الجايه؟ احنا بنمانع ومش راح نقول هاي المدرسه مدرستنا، وكل الاهالي الموجودين هون بيعرفوا. امبارح كان عندنا اجتماع وقررنا انه هاي المدرسه مدرستنا. شو يعني بدكم تضلوا هون قاعدين يعني اعتصام لحد ما الاولاد، اذا الاولاد بدهم ينقلوا الف ينقلوا، هن الولاد بدهم ينقلوا، ممكن تتعرفوا على الاطفال وتحكوا معي. طيب. وتوزيع الطلاب بصير على اساس تقسيمات جغرافيه حسب المدرسه. هاي مش ابعد من المدرسه الف، مش ابعد من المدرسه باء، نفس البعد واكثر امنا على فكره. كل من يدعي انه في خطر امان على الطرق وكذا وكذا، العكس تماما. انا تعلمت في هاي المدرسه ولا في حياته واحد انتهك ورايح عليها. ثانيا هون في بدك تجتاز الشارع الرئيسي، وهون فيش اجتياز للشارع. صباح الخير. يعني الفكره عبقريه، ما حدش بقول لا يعني، بس في ادعاء من قبل الاهالي انه الطلاب كثير من الطائفه الدرزيه كانوا مخطط لهم ينتقلوا على المدرسه ده، وبعد تقديم اعتراضات للمجلس المحلي ووافق على الاعتراضات تبعتهم وبقيوا في مدارسهم. هذا كلام خاصة في المنصورة. هذا كلام عار عن الصحة على الإطلاق. فيش له أي هذا ابتكار، هذا خيال، ما فيش منه على الإطلاق. في حالة أو حالتين استجبنا إلها من الحارة الجنوبية لأسباب حقيقية مش ادعاءات وهمية، واحنا اخذنا في عين الاعتبار كل الطلبات كلها. وهذا الادعاء انه في طلاب دروز كانوا ينتقلوا واستجيب لهم، انا ما بعرف في عماد. هذا كلام، هذا اختلاف.
للاسف الشديد عيب الواحد يختلف، في صعوبه في النقل، احنا بيهمنا هذا المشروع ينجح. على فكره في من نفس الحي عشان تكون عارف ناس حكوا معي وقالوا لي احنا مؤيدين المشروع، واحد منه حفيدي وكان بيحكي معي على اساس عدم نقله، بعد ما سمعني قال لي هذا مشروع ممتاز، لا انا بطلب منك تجاوبش ولا مع واحد، انقله وهذا مشروع مبارك كل احترام بعد ما سمعني. ففي بعض الاهالي وقسم كبير من الاهالي تفهموا الامر، في قسم من الاهالي مصرين انه بديش انقل لانه بديش ينقل. فاحنا في نهايه المطاف فيش عندنا ضد اي انسان اي شيء، بالعكس هم ابنائنا، رغم الصعوبه الفرديه البسيطه احنا بنعتقد انه الانسان يجب ان يضحي، وفي بعض الاحيان خاصه تضحيه هي هامشيه هون من اجل انجاح مشروع، والمشروع اجى على اساس تقسيم جغرافي. ما قلنا هذا اسمه كذا بده ينقل وهذا اسمه كذا بده ينقل، حسب تقسيم الجغرافيه مجبورين احنا كل عمرنا مقسمين المدارس والالتحاق بالمدارس حسب تقسيمات جغرافيه، قدر الامكان نتجاوب مع الوضع مع البعد وكل هاي الامور، مع الوضع الديموغرافي والتوبوغرافي والجغرافي وكل هاي الامور. هذا اللي عملنا، انه في خط عشوائي، في دائما في عشوائيه في كل التقسيم، كل المحل في العالم في تقسيم عشوائي، مجبور تحط خط حد معين، ما في اي تحيز لفلان ضد فلان، العكس تماما. هذا المشروع يجب ان ينجح، وما بعتقد انه فيش اي تضحيه، بس يكون في نوايا طيبه. وعلى فكره الاهالي نفسهم مقتنعين انه المشروع مهم، بس بقول لك ابعد عني، لا يا عم احنا ما بنبعد عن حدا، لانه احنا اخذنا تقسيمه جغرافيه. اما انه ميزنا على اساس طائفي هذا الكلام مش صح.